السلام عليكم. اليوم عندي دي باغيت او كومير رائعين بزيت الزيتون والزيتون الاسود. كتشوفوا معايا تقرمشه مقرمشين، يعني مفشفشين من الداخل، اسفنجيين، يليقوا الساندويتشات الكوتي، رائعين ولذاذ. كتشوفوا معايا نديروهم بالجبن، بزيت الزيتون، بالكونفيتور، اللي عندكم. كيجيو بنان ما شاء الله. كي كتشوفوا معايا هنا انا درت لهم الجبن وزيت الزيتون. شوفوا معايا ما شاء الله، وخليكم معايا حتى الاخير باش تشوفوا المقادير والطريقه والنتيجه. واللي ما مشاركش في القناه يشارك في القناه وفعل الجرس ليصلكم الجديد. وشكرا لكم جميعا، خليكم معايا حتى الاخير. قولوا بسم الله وندوزو للطريقه. هنا عندي الدقيق الابيض، معلقه الخميره، معلقه العسل او السكر واختياري. كتشوفوا معايا ماء دافئ، يعني عجينه بدون دلك ولا اي مجهود، وكتجي ما شاء الله. نعطيوها الوقت والخاطر ونخليوها ترتاح. كل ما ارتاحت كتجي يعني خفيفه. صافي بعد ما ارتاحت العجينه ديالي غادي نزيد ليها زيت الزيتون والزيتون الاسود. صافي غنبقى الزيتون الكحل، نزيد الماء. انا هاد العمليه درتها مرات. هذه كنهز العجينه، نتوما عارفين راه عندي بالعجينه اللي في الفيديو السابق كنبقى نهز العجينه من طرف لطرف. يعني هذا هو الدلك ديالها. كندير يدي في الماء باش ما تلصقش ليا، ونعاود نغطيها ونخليها. كنعاود هذه العمليه كل 20 دقيقه حتى يعني كنشوفها دارت دوك البويقات وارتاحت. عاد كنزيد لها هذا زيت الزيتون، زيت الزيتون والزيتون الاسود والزعتر. كيجيو من اروع ما يكون هاد الباغيت او كوميرات كبار، الساندويتشات، الكوتي، ما شاء الله كيجيو رائعين. مع كنخليو العجينه كترتاح، راه دوك البويقات وداكشي كيخلي هذا هو السر ديال هاد الباغيت، سواء بهذا الزيتون الاسود وهذا ولا غير خاويين. كيجي بحال ديال المخابز. هذا هو السر. وكنخليو العجينه ترتاح. هنا زدت الملح حتى الاخير باش كتخلي لينا الخميره كتطلع. صافي كنعاود نحرك هاد المكونات ندخلهم في العجين وكنخليها ترتاح عاود. صافي كي كتشوفوا انا غير كنحركها وصافي، ما كندلكها ما والو. كنغطيها ونخليها ترتاح عاود، وكنرجع ليها واحد 20 دقيقه اخرى. كنعطيها واحد 20 دقيقه في 20 دقيقه في 20 دقيقه. صافي كنجي ليها كننزلها فوق سطح العمل كي كتشوفوا. صافي كنقطعها ونديرها على شكل باغيت كي كتشوفوا معايا. خليكم معايا حتى الاخير. ما تنساوش لايك واشتراك في القناه. هذه الطريقه عندي دائما في الباغيت، سواء كبار او صغار. هذه هي الطريقه. كي كتشوفوا كنسرحها وكنطويها ونحاول
نبرك عليها باش ما تحلش صافي، وتنرو ليها على شكل كومير او بودان، او كنرقوا ليها الجناب كي كتشوفوا. كنزلها في الطاوه ونكمل بهذه الطريقه حتى الاخير. الطريقه راها واضحه والفيديو شارح راسو براسو. فايته درت هاد الباكيت راه عندي بالقناه هنا، غير حيت زدت له هاد الزيتون والزيت والزعتر. قلت نعاودها معاكم. كتشوفوا كنسودي هذاك مزيان، كنلصقو نبرك عليه باطراف الاصابع، ما ندخلش الطحين لداخل باش ما يجيش نينا قاصح، كيبقى اسفنجي. كنعاود معاكم الطريقه راه سهله كلشي كيعرفها. كنشرح غير المبتدئات اللي ما عمرهم داروا هاد الباكيت. اما راه السيدات كلهم ما شاء الله كلشي كيدير هاد الطريقه، وهي الطريقه ديال المخابز الكبرى باش كيجي داك الكومير كبير واسفنجي. هذا هو، وهذه هي الطريقه. كندخلوش الطحين لداخل غير من برا صافي، وكنلصقو دوك الاطراف والوسط كنسوديو هكا باش ما يتحلش معانا. صافي كنبقى هكذا حتى نكمل. وهنا كندير لهم واحد الفلحه او شرطه، كنحاول بواحد السكين او اللي عندكم، مقص اللي عندكم، كندير لهم شويه زيت الزيتون من الوسط باش كيعطيهم واحد اللون ما شاء الله. و كيعطيهم واحد اللون وحتى الديكور. انا هنا ما بينتش لكم، عندي واحد البخاخ او نديرو شي كسرول في الفرن، كنديرو فيها الماء، داك البخار كيبقى يطلع وكنرش اون ميم طون، كنرش لهاد الباكيت ديالي بهذاك البخاخ. وغادي يبان لكم في الصوره كنرش بالبخاخ هاد الباكيت. ملي كندخلهم للفرن كتشوفوا معايا ما شاء الله، شوفوا اللون، القرمشه. حتى الشكل رائعين ولذاذ. هذا البخاخ كنرش به الباكيت ديالي، راهم سخانين، سمعوا القرمشه. وبالصحه والراحه. ما تقرنيش. الى فيديو قادم ان شاء الله. نتمنى يعجبكم هذا الفيديو. ما تنساوش الاشتراك بالقناه وتفعيل الجرس. شكرا لكم. ودمتم في رعاية الله وحفظه. مع السلامة، إلى فيديو قادم إن شاء الله.